كل عام وانتم بخير. طبعا انتوا بتسألوا البايف فين، احنا في رمضان بقى وبتاع سبحة بقى اتقوا الله. اي فقير منك ليه بتاكل الكنافة كده سادة؟ فين البستاشيو؟ فين يا ابن القشطوطة؟ المدفع ضرب. زمان وصل السلطان المملوك يخش قدم مدفع جديد جاي له من مصنع ألماني معتبر، فالسلطان حب يجرب المدفع، وبالصدفة الوقت اللي كان بيجرب فيه كان وقت أذان المغرب، لا وكمان أول يوم رمضان، فالناس ماسكة المية ومستنية المغرب عشان تشرب، وفجأة سمعوا صوت المدفع. قال لك تسلم ايد الحكومة بتنبهنا بالأذان عشان نفطر. وتاني يوم استنوا المدفع يضرب عشان يفطروا، بس ما ضربش. قال لك الله، هي الحكومة نسيت ولا ايه؟ وقاموا رايحين لقصر الحاكم، ولانه ما كانش هناك قابلتهم مراته واللي كان اسمها فاطمة، وقالوا لها احنا عاوزين المدفع يضرب كل يوم على الفطار زي ما عملتوا امبارح. فتوسطت لهم عند السلطان، ولان القاهرة بلد كبيرة قوي ففي اماكن صوت الاذان ما كانش بيوصل لها، فهو حب الفكرة وطلع فرمان أمر فيه بتنصيب المدفع في قلعة صلاح الدين في القاهرة، وبقى صوت المدفع كل يوم على الفطار علامة على وقت الغروب وكسر الصيام. وواحدة واحدة اتنقل الموضوع من القاهرة للشام عشان يسمي الناس المدفع باسم مدفع الحاجة فاطمة. أما الفانوس بقى اللي انت ماسكه ورايح جاي بيه تغني حله يا حله، فحكايته حكاية. ففي حكاية بتقول إن سبب العلاقة القوية أوي ما بين الفانوس ورمضان بترجع ل1000 سنة، يعني قبل كده جدك ما يتولد. في يوم 15 رمضان كده كانوا المصريين واقفين في الجيزة بيجهزوا نفسهم عشان يستقبلوا ويرحبوا بالمعز لدين الله رابع الخلفاء الفاطميين وأول خليفة فاطمي في مصر، واللي وقتها كان داخل القاهرة عشان ياخدها عاصمة لدولته بعد ما كانت في دولة المغرب. وكان المصريين مستنينهم الشموع، بس كانت كل شويه بتطفي منهم بسبب الجو، ففكروا ان هم يحطوا الشموع اللي معاهم على حته خشب في ارضيه ويغطوها بالجو عشان يظهر في الاخر شكل الفانوس بتاع دلوقتي، وبعد كده بقى علامه من علامات استقبال شهر رمضان كل سنه. والحكايه التانيه كانت بتقولك ان لما كان الخليفه بيطلع هو والعلماء عشان يستطلعوا شهر رمضان، كانوا الستات والاطفال بيمشوا وراهم بالفوانيس وبيغنوا وبيحتفلوا حلوا يا حلوا، ومن بعدها بقى مربوط الفانوس برمضان. وفي واحد تاني قالك ان صاحب الفكره ده الحاكم بامر الله، واللي كان بيغرم اي حد مش حاطط فانوس قدام بيته في رمضان، ما هو اصله كان مجنون. هبقى اعمل لك حلقه الكنافه. نيجوا بقى للكنافه اللي هي المفروض كنافه اللي صعبتوها علينا وخليتوها بيستاشيو وخليتوها قشطوطه وخليتوها في حاجات مش ينفع تتقال. وان جيل التيك توك فاكرين ان بلبن هو اول من اخترعها. ظهرت اول مره الكنافه في دمشق وقت ما كانت عاصمه الدوله الامويه. وقتها اشتكى معاويه بن ابي سفيان للطبيب بتاعه وقال له الحقني انا بجوع قوي في نهار رمضان، فراح وصف له وصفه كلها نشويات على سكريات ودهون عشان يتهضموا بصعوبه. ولما وصلت الوصفه لطباخ القصر عمل الخلطه اللي الدكتور قال له عليها بالظبط، بس وهو شغال وقعت منه المغرفه في طبق العجين، وجه يرفعها وقع منه خطوط عجين على الصاج او اللي كان بوتاجاز وقتها يعني، فلقاها استوى. قال لك حلو، وراح مغرقها في السمنه وحاطط عليها الشربات وقدمها للخليفه. الخليفه اعجب بها موت، واتعرفت بعد كده بكنافه معاويه لحد ما اتطورت وبقت بالبيستاشيو زي ما بيقول الفرنجه دلوقتي. واديك عرفت ايه اصله ده. سلام.